أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. وهل أتاك نبأ الخصم إذ تسوروا المحراب إذ دخلوا على داود ففزع منهم قالوا لا تخف خصمان بغى بعضنا على بعض فاحكم بيننا بالحق ولا تشتط واهدنا إلى سواء الصراط واهدنا إلى سواء الصراط. هذا قلقل صغرى. إن هذا أخي له 99 نعجة ولي نعجة واحدة فقال أكفلنيها وعزني في الخطاب. قال لقد ظلمك بسؤال نعجتك إلى نعاجه وإن كثيرا من الخلطاء ليبغي بعضهم على بعض إلا الذين آمنوا وعملوا الصالحات وقليل ما هم. وظن داود أنما فتناه فاستغفر ربه وخر راكعا وأناب. فغفرنا له ذلك وإن له عندنا لزلفى وحسن مآب. يا داود إنا جعلناك خليفة في الأرض فاحكم بين الناس بالحق ولا تتبع الهوى فيضلك عن سبيل الله. إن الذين يضلون عن سبيل الله لهم عذاب شديد بما نسوا يوم الحساب. وما خلقنا السماء والأرض وما بينهما باطلا ذلك ظن الذين كفروا فويل للذين كفروا من النار. أم نجعل الذين آمنوا وعملوا الصالحات كالمفسدين في الأرض أم نجعل المتقين كالفجار. كتاب أنزلناه إليك مبارك ليدبروا آياته وليتذكر أولو الألباب. ووهبنا لداود سليمان نعم العبد إنه أواب. إذ عرض عليه بالعشي الصافنات الجياد فقال إني أحببت حب الخير عن ذكر
مستكثر بي حتى توارت بالحجاب ردوها علي فطفق مسحا بالسوق والأعناق ولقد فتنا سليمان وألقينا على كرسيه جسدا ثم أناب قال رب اغفر لي وهب لي قال رب اغفر لي وهب لي ملكا لا ينبغي لأحد من بعدي إنك أنت الوهاب فسخرنا له الريح تجري بأمره رخاء حيث أصاب والشياطين كل بناء وغواص وآخرين مقرنين في الأصفاد هذا عطاؤنا فامنن أو أمسك بغير حساب وإن له عندنا لزلفى وحسن مآب واذكر عبدنا أيوب إذ نادى ربه أني مسني الشيطان بنصب وعذاب اركض برجلك هذا مغتسل بارد وشراب اركض برجلك هذا مغتسل بارد وشراب ووهبنا له أهله ومثلهم معهم رحمة منا وذكرى لأولي الألباب وخذ بيدك ضغ تدقق الغين لأن قبلها كسر أصلي ليس كسر عارض. لماذا فخمنا هنا فقلنا رب اغفر لي وهب لي ملكا؟ أين هذا رب اغفر لي؟ لأن هذا الغين ساكن وقبلها كسر عارض. فاهمين؟ تستوعب بمعنى تحفظ هذا. إذا سألك واحد لماذا نفخم الغين هنا لا نرقق؟ تقول له لأن الغين ساكن وما قبلها كسر عارض. فهمت؟ أما هنا لماذا نرقق؟ لأن الغين ساكن وقبلها كسر أصلي متصل به. فهمت السبب؟ وفهمت الفرق؟ نعم فهمت. تستطيع أن تفرق لواحد تعلم غيرك إن شاء الله بإذن الله تعالى. وفي التطبيق أيضا وخذ بيدك وخذ بيدك ضغثا فاضرب به ولا تحنث. أي حكم هذا أنت؟ أنت نجي ودي هذا الحكم، هذا لازم عليك. فاضرب به ولا تحنث إنا وجدناه صابرا. نعم قلنا الحكم اذكر الحكم يا أخي، هذا أسهل شيء. باء إذا تعبت هذا يجيب. أنت مرت على هذا الحكم أنت لا تعرف الأحكام، هذا عيب لك. لا بد. وعلى القارئ إذا قرأ يعني آية أو مقطع أو حكم يعرف يعني الحكم.
اسم الحكم لا بد أنت تقرأ تطبق كما ينبغي، لكن لا تعرف هذا الحكم، هذا ينقصك. لا بد حينما تطبق إذا طبقت تتعلم الحكم أولا ثم تطبق كما ينبغي. فهمت؟ ادخل له أنت تعرف. وإذا عجزت هذا رجل موجود. إدغام المتماثلين كذلك. بارك الله فيك. إدغام المتماثلين باء وباء ميم وميم هذا نفس الشيء، هذا يسمى إدغام المتماثلين. إدغام المتماثلين صغير أو كبير أو مطلق، لأن هناك مطلق وهناك كبير. لا هذا الذي أريد أن أعلمكم بعد قليل إن شاء الله. أنا غدا برنامج الخطط سأعرض لكم إن شاء الله وأعلمكم أحكام التجويد إن شاء الله. فهمت؟ وهذه الكتب كلها نقرأ هذا، أخذت هذا في كندية. رأيتم؟ نتعلم إن شاء الله، نتعلم ونعلم بإذن الله تعالى. إذا هذا إدغام المتماثلين الصغير. كما قلت لماذا صغير؟ صغير لأن الأولى ساكن والثاني متحرك. أحسنت جدا، سؤالك وجيز. يقول لأن الأولى ساكن والثاني متحرك. أما هذا صغير. أما كبير أن يكون الأولى متحرك والثاني متحرك، يعني متحركتين. مثلا عدد سنين، عدد دا فاهم. أما المطلق أن يكون الأولى متحرك والثاني ساكن، يعني عكس الأول. أن يكون الحرف الأول متحرك والثاني ساكن، مثل ما ننسخ ناء. الأولى متحرك ناء، الثاني ساكن أنت. تعرف الإدغام المتماثلين تعريفه هم الحرفان اللذان اتفقا مخرجا وصفة. حرفان الذي اتفقا يعني مخرجهما واحد وصفهما واحد. باء وباء، فهل في فرق؟ في فرق؟ لا. دا ودا في فرق؟ لا في فرق. فهمت الآن؟ إن شاء الله بعد قليل سأعلمكم من هذا إن شاء الله. عبد الهادي حياك الله. وهذا الولد أولاد مباركون. هذا الولد له شأن عظيم إن شاء الله. كأنه سعد. كيف حاله؟ أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. إنا وجدناه صابرا. تعلم هذه القراءة لذيذ جدا. وهذه قراءة ابن فتح والله. حينما تقرأ تجود، تقرأ كذا وكذا يمينا وشمالا. إنما وجدناه صابرا. هذا كسائي يقرأ هكذا. الله أكبر. أما إنا وجدناه صابرا هذا وش يرقق الراء لأن قبلها كسر أصلية. الله أكبر. سلام. كيف حالك؟ كلا كوني هو هاو كناية هو يمد. نعم. إنا أنزلناه في ليلة القدر وما أدراك ما ليلة القدر. ليلة يمد كله. أنزلناه كلا كوني هو هاو كناية ويمد. أما ابن كثير نعم العبد إنه أواب. إذا كان كسائي نعم العبد إنه أين؟ نعم العبد. نعم. يمد هذا. لا يمد الدال، إنما هو هذا. هو فقط هاو كناية فقط. نعم العبد إنه أواب. أن جنب ولا ما في والله. حق اللي نقول سنجن واو هنا ونجد شاطبية والله. المفتيح. وانتو عبادنا إبراهيم. نقول جنب تنكر إبراهام. هذا هشام إبراهام.
كلام جنة وجب جت ما يلزم وجب جت إيه الله يقرأ إبراهام واذكر عبدنا إبراهيم وإسحاق ويعقوب أولي الأيدي والأبصار واذكر عبادنا إبراهيم وإسحاق ويعقوب أولي الأيدي إذا وقفت هناك آية في وراء أولي الأيدي دائما أنا هذا ذا الأيدي فهمي تفرق هذا دائما ننجي الباب من يجيب البيت من نقف هنا يقف من نقف هنا وهذا يعيد ربنا يا هذا هو يثبت نثبت الياء فهمت إذن واذكر عبادنا إبراهيم وإسحاق ويعقوب أولي الأيدي هكذا عند الوصل ويعقوب أولي الأيدي والأبصار هنا وصلا ووقفا سواء وصلت أو وقفت تثبت الياء إمام ما تقرأ من لقالة ومجمع قراءة والله والله هذا ما يستطيع الجنة على قراءة سواء شبه وتصديقا والله كن مع هؤلاء إن شاء الله إنه كافرين إن شاء الله لا ينتهي والله يا أخي لا قريبا أبصر يوني ما شاء الله حياك الله وصلت ما شاء الله إنا أخلصناه بخالصة ذكر الدار وإنهم عندنا لمن المصطفين الأخيار واذكر إسماعيل واليسع وذا الكفل وكل من الأخيار هذا ذكر هذا تلقيت هذا ذكر دعوي ذكر على رام ومنزيم إذن نرقق لماذا شيخ عبد القادر لماذا نرقق تقول لأن الراء ساكن سكونا عارضا وما قبلها ساكن وما قبلهما كسر